مرحبا، يا رب تكونون بخير. فيديو اليوم هو الباسطرمة العراقية. طبعا ما يخلى بيت عراقي من هذه الباسطرمة، الكل يحبها وخاصة على الفطور. الناس اللي يحبون الباسطرمة يا ريت يكملون معاي الفيديو، وإذا بعدكم ما مشتركين بالقناة أتمنى أنه تشتركون وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. ويلا نبلش بالمقادير. طبعا هي مكتوبة أمامكم على الشاشة وراح تكون مكتوبة بصندوق الوصف وراح أشرحها أثناء الفيديو. بالبداية أحكي عن اللحم. استخدمت 1.5 كيلو من لحم العجل. طبعا أنا ثرمتونه ناعم، بس أنتم تقدرون تثرمونه وسط أو خشن، ما راح يفرق. واستخدمت 250 غرام مخلوط بين الشحم ولية الخروف. إذا كان متوفر عندكم بس شحم ممكن، وإذا كان بس لية الخروف هم ممكن. أما باقي الحبشكلات فهي عبارة عن ثوم وبهارات الباسطرمة والملح. لهذه كمية اللحم أنا استخدمت راس كامل من الثوم بس حجم وسط، والملح راح يكون من 20 إلى 30 غرام حسب ما أنتم تحبون. أما بهارات الباسطرمة فأنا كتبتها بصندوق الوصف، خليت 35 غرام وأكيد قابلة للزيادة أو النقصان. كمية البهارات اللي أنا كتبتوها لكم لازم تكون بهارات فريش وجديدة، ما لازم تكون بهارات قديمة وتستخدموها. طبعا هي بسيطة لدرجة ما تحتاج أي شغل وأي تعقيد، مجرد راح نضيف كل المكونات على بعض. بالنسبة للخلط، أكو يحبون يخلطوها بقوة وتصير مثل العجينة، هي ما غلط طبعا، بس أنا بالنسبة إلي أفركها على راحتها المكونات وبس بأصابع إيدي، بحيث أنه اللحم ياخذ من طعم البهارات، وأنا أريد الشحم يبقى صحيح ويبقى خشن حتى وقت التقطيع يبين الشحم موجود، وبنفس الوقت لما نقلي الباسطرمة هو اللي يعطينا الدهن للبيض. يعني أنا ما راح أضيف زيت أو دهن إضافي على اللحم وقت القلي. هذه المرحلة هي أهم مرحلة بالنسبة لنا. ليش؟ نقدر ناخذ من هذه اللحم اللي سويناه كتلة صغيرة ونقليها ونشوف الطعم، إذا يحتاج ملح نضيف، إذا يحتاج بهارات بعد نضيف، إذا يحتاج ثوم نضيف، كل هذا يعتمد على رغبتكم. بس قبل ما تحطوها بالصندويلات أو قبل ما تلفوها بأي طريقة لازم تتذوقوها، إذا حبيتم كملوا، وإذا يحتاج بعد شغلات أنتم تريدون تضيفوها ممكن، يعني مثل الملح والبهارات. أكيد شغلة الوزن هي مو إجبارية، تعتمد عليكم إذا تحبون تعملوها بالوزن أو تحبون تحشون مباشرة، بس أنا أحب أعملها 200 جرام القطعة أو 250 جرام. ومثل ما مبين على الميزان إنه هذا طلع أقل من 200 جرام، فأنا راح أضيف بعد قطع لحم إلى أن تصير 200 جرام أو شوية زيادة، ما مشكلة. عامة الباسطرمة تنحشي بالصندويل اللي هي مصران الخروف، والقطعة اللي تطلع تتسمى الشغداني. هذا كله بالمصلاوي، اللي يعرف مصلاوي راح يفهم شنو اللي أنا دا أحكينه. أما طريقة الحشي فهي كلش بسيطة ومثل ما موجود بالفيديو. أنا خليت اللحم اللي وزنتونه على 200 جرام بهذه الصندويلات، وحسب أكو اللي صارت طويلة وأكو اللي صارت قصيرة، وهم من حسب الطلب طبعا. أما الحافات راح نشدها بخيوط ثخينة أو نقدر نخيطها، يعني ما راح تفرق المسألة، المهم يكون أكو مكان للتعليق. فهذا الخيط نشد بينه حافة الباسطرمة ونعلق بينه الباسطرمة على الهواء حتى تنشف. طبعا تقدرون تحشون الصندويل أكثر من 200 جرام، ممكن 500 وممكن كيلو، إلى أن تكون المصران يكون شفاف لدرجة أنه اللحم يخيل يعني، وممكن مثل ما أنا سويته ماكو مشكلة. هم حسب تقطيع المصران، أنتم حسب ما قطعتم، وأنا قطعت إنه هذا الحجم، ممكن أصغر ممكن أكبر. طبعا أصحاب المحلات عندهم إبرة خشبية يزرفون بها المصران حتى يطلعون منه كل الهواء الموجود بين المصران واللحم.
أو إذا ما عندكم مثل ما أنا سويته إبرة خشنة كثير ودا أزرف بيها كل الباسترمة من الجهتين، وأرجع أكبس عليها بالشوبك أو بإيدي، المهم بس أتأكد إنه الهواء طلع منها. أما الطريقة الثانية واللي هي الأسرع وبالنسبة إلي ما تفرق، لأن الطعم ما راح يفرق إذا كانت الباسترمة بالصندويل أو كانت الباسترمة بالنايلون، الطعم يعتمد على البهارات والثوم اللي أنتم راح تخلونه. بس هذه الطريقة هي أسرع، واللي ما متوفر عندهم الصندويل يقدرون يستخدمون هذه الطريقة. بالضبط مثل ما عملنا بالصندويلات راح نخلي اللحم هوني بالنايلون بدل الصندويل، بس نفس الخطوات. إذا تريدوها رفيعة راح تكبسون عليها، وإذا تريدوها دائرية تسووها مثل رولة. وما ننسى نثقبها بالإبرة حتى نطلع كل الهواء منها. وإذا ما متوفر عندكم إبرة كبيرة أو خشنة تقدرون تستخدمون سكين. وبعد هذا لازم نخلي الباسترمة تنشف. علقتوهم بالجراج، احنا الجراج عندنا مغطى ما مكشوف، بس حتى تبس الباسترمة وتتنشف. وإذا تريدون مباشرة تحطوها بالمجمدة همين خلوها، ما راح تفرق بالطعم صدقوني، يعني أنا مجربة الاثنين ما فرقت. بس هاي الصورة اللي هسه تشوفوها هاي بعد يومين يبست الباسترمة وصارت هذا الشكل مالته. وهذه الثلاث قطع من الباسترمة جمدتوها مباشرة بالفريزر بدون ما أعلقها بالجراج. أي وقت تحبون تستخدمون الباسترمة قطعوها، بس لا تكون هي جامدة كثير ما تقدرون تقطعوها، ولا تكون هي لينة كثير. يعني بعد ما تطلعوها من المجمدة خلوها تقريبا 10 دقائق بس مجرد الذوب، ولا تضيفون ولا شوية زيت بالطاوة. شوفوا أنا خليت الباسترمة مباشرة على الطاوة بدون أي زيت، وما دام هي بيها لية كثير وشحم هي راح تنزل هذا الزيت كله منها. صدقوني أنا ما ضفت ولا شوية زيت على الباسترمة. وحانت لحظة الانتظار. بصراحة إحنا نحب الباسترمة مع البيض، يعني أغلب الشعب العراقي يحب الباسترمة مع البيض، بس هي تنكل وحدة ونقدر ناكلها ويا الطماطة، يعني نقليها ويا الطماطة، يعني طقوس عراقية. عامة العراقيين يحبون الباسترمة بالشتاء وتحديدا بالموصل. بصراحة يحضرون إلها بالشتاء لأن تعطيهم طاقة وشوية يعني يحسون بالدفء أكثر. بس أنا الفيديو صار شوية متأخر عندي، ما نزلتونه ببداية الشتاء، كنت مشغولة كثير. بس إنه بعد الشتاء ما خلصان، والباسترمة تقدرون تسووها بأي وقت، هي طيبة بالصيف وبالشتاء. ونحب ناكل الباسترمة دائما مع الصمون الحجري أو الخبز العراقي اللي ينخبز بالتنور، والشاي الحار أكيد. إذا جربتم طريقتي أتمنى ترسلوا لي الصور على الإنستغرام، وأنا راح أنزلها بالستوري على الإنستغرام وعلى الفيسبوك. فيديو اليوم انتهى، أشوفكم بالفيديوهات الجاية ومع السلامة.